أهلا بيكم يا بنات. النهاردة هنعمل مع بعض كبسة إلهام الترند اللي مكسر التيك توك وبيتكلم عنه الكل. ناس كتير جربته وقالت عليه وهم، فقلت لازم أعمله بطريقتي وأقول لكم رأيي بصراحة. هل فعلا يستاهل كل الضجة ولا لأ؟ تابعوا معايا وشوفوا النتيجة بنفسكم، ويلا بينا نبدأ بالمقادير. أول حاجة هنجيب شوية زيت، معلقة زيت تقريبا حطيناها في الحلة، ونص معلقة سمنة، ودي بصلاية كبيرة. يعني أنا عاملة كوباية رز فبصلاية كبيرة. لو انتوا كل ده المقادير ممكن تكتروها انتوا على حسب الأفراد. هي البصلاية دي كبيرة، قطعناها ونبدأ نحمرها تحمير شوية كتير، يعني يكرمل البصل. البصل دلوقتي يعني مش فاتح مكرمل. هنجيب 3 فصوص توم ونقطعهم شرايح ونحطهم، ونبدأ نقلبه كويس قوي. لما ريحة التوم تطلع نبدأ نحط الفراخ دي طبعا مغسولة ومتنشفة كويس قوي. هنبدأ نحطها ونبدأ نقلبها تشويحة بقى حلوة شوية للفراخ عشان تاخد لون. وهنبدأ بقى نحط عليها التوابل دلوقتي عشان تاخد التوابل تاخد تتبيلة مع الفراخ. دي نص معلقة كركم ونص معلقة كاري هنحطها. أنا ما عنديش كبسة، ما عنديش البهارات بتاعة الكبسة، فعادي احنا بنتصرف. وده نص معلقة فلفل أسود، ونبدأ نقلب كده كويس قوي. لو عندك طبعا ال ال التوابل بتاعة الكبسة أفضل، ما عندكيش احنا بنتصرف. حطيت كاري وكركم، نص معلقة ونص معلقة مع فلفل أسود. ونبدأ بقى نقلب كل ده كويس جدا عشان يتشوح مع التوابل دي. شوحناها كويس. ودي كام فص حبهان هنحطه، وده عود قرفة بس هو اتكسر مني، وواحدة لومي. ونقلب كل الجمال ده مع بعضه كده كويس قوي عشان ياخد كله من طعم بعض. ودي معلقة صلصة، معلقة بس مش مليانة قوي، صلصة العلب العادية. كله تقليب تقليب. بص الفراخ اخدت لون عاملة ازاي، لونها بقى حلو قوي من التوابل طبعا والتشويح اللي احنا بنشوحه فيه. هنبدأ نقلب كله كويس. ودلوقتي هنحط دلوقتي في واحدة ماجي هنحطها عشان التيست بتاع الطعم. الماجي على فكرة بيعمل طعم حلو جدا جدا للكبسة، بس لو عايزين تستغنوا عنه براحتكم مفيش مشكلة، كل واحد على حسب اللي هو حبه. لكن أنا عن نفسي بحب الماجي جدا فيها. ننزل دلوقتي بالمية، هنغطي الفراخ كلها بالمية ونسيبها تستوي شوية. على فكرة أنا جاي بقى دلوقتي أثير الجدل وأحط الملح في بداية الغليان. أنا مش من أنصار الناس اللي بيحطوا الملح في الآخر للفراخ واللحمة. الطعم بتاع زمان بتاع أمهاتنا وجداتنا اللي بيحطوا الملح في الأول بيبقى الأكل طعمه سكر. كده هي بتغلي، هي كده تقريبا استوت 3/4 سوا. يعني هي كده قعدت على النار نص ساعة، ونص ساعة استوت يعني بقت جاهزة إنها خلاص استوت. هنبدأ نحط بقى عليها الرز. دي مع دي كوباية رز بسمتي، الحبة الطويلة. ممكن تحطوا مصري لو حابين، يعني براحتكم، بس هو البسمتي هو الأفضل يعني. هنبدأ نحطه ونقلبه كويس، يغلي لمدة بس 3 أو 4 دقايق بنار عالية. وبعد كده بنوطي النار لمدة من 12 ل 15 دقيقة على نار واطية جدا. رز عادي كأن احنا بنعمل رز عادي كده. خلاص المية مظبوطة. هنغطي عليه بقى. هو كده المفروض غلي واستوى بعد بالظبط 13 دقيقة كان استوى. الرز اهو استوى وبقى زي الفل، والفراخ طبعا بقت دايبة حلو جدا. نبدأ بقى نحطه في طبق التقديم. طبعا الكبسة بتبقى محتاجة طبق كبير، سرفيس كبير، فده أكبر سرفيس عندي حطيت فيه المقدار كله اللي كان في الحلة. وده كان تطبيقي لكبسة إلهام. الطعم خرافي بيجنن. الحاجة الوحيدة إن قللت المية شوية لأننا مش بنحبها مية كده، والبصل المكرمل خلاها خرافية وتجنن. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا.